هل كل المنتجات الكوري اللي بتطلع لازم تبقى جامده وفايرال؟ خلال الشهر اللي فات انا جربت كل المنتجات من دكتور ألفيا، وهقول لكم النهارده الفروقات ما بين الفيتامين سي بتاعهم، اشهر 2 كريمز اللي هو 345 و147، وهقول لكم تجربتي معاهم بمنتهى الامانه. واخر الحلقه هقول لكم كمان تجيبوا الحاجات دي منين بخصومات حلوه جدا، سبيشالي لو انتوا قاعدين في مصر، لان انتوا دايما بتسالوني على القصه دي. فعشان ما اطولش عليكم، واللي لسه مش عارفني، انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. دكتور ألفيا هو براند كوري مهتم بفكرة ان كل المكونات اللي جوه حاجته تكون طبيعية، عشان كده هم دايما بيقولوا ان البراند فيجن. يعني ايه؟ يعني ما جوهوش اي حاجة حيوانية زي البيز واكس، البوفاين كولاجين، الحاجات الكتير اللي ممكن تكون بتسبب حساسية للبشرة، وده السبب الشهرة الواسعة اللي اخدها. اولا الباكج بتاعته مختلف جدا، ثانيا المنتجات كلها او المواد الفعاله المستخدمه تنفع لكل البشرات الحساسه حتى الفيتامين سي، فعشان كده النتائج بتكون مرضيه لمعظم الغالبيه العظمى اللي جربوا البراند ده. فخلونا نبدا مع اول واحد واكتر واحد انا حبيته، وهو الكلينزنج بالم بتاعهم، بيور جرايندنج كلينزنج بالم. الكلينزنج بالم ده مخليني اقول ان كوريا عايشه في 2050. بجد الباكجينج بتاعته خطيره، وهوريها لكم دلوقتي، وهقول لكم الاسم بتاعه مختلف في ايه والمواد الفعاله بتاعته مختلفه في ايه. مبدئيا هو جواه 14 ماده فعاله مناسبه للبشره الحساسه ومش بتسد المسام، وانا لزياده التاكيد خدت كل المواد الفعاله دي وحطيتها في حاجه اسمها البور كلوجينج تشيكر، عشان اتاكد هل فعلا في اي ماده فعاله ممكن تسد المسام او تعمل مشكله لو حد بشرته دهنيه جدا او فيها مثلا معرضه لظهور الحبوب او حساسه. ولقيت ان النتيجه لا، ما فيهوش اي حاجه من ال 14 ماده دي بتسد المسام. الجرايندنج كونتينر دي ما شفتهاش في اي منتج كوري قبل كده، لانها بتحافظ على الكلينزنج بالم بتاعتنا من التلوث او ان يحصل فيها اي كونتامينيشن. زي ما اتفقنا بنلفها حسب عقارب الساعه، ولكن الكميه اللي بنطلعها هي الكميه اللي احنا محتاجينها، بس حسب احنا حاطين ميك اب قد ايه. لاني بشوف في الريفيوز الناس تفضل تلف كده وتطلع حبه كتير، وده مش صح خالص. هو الصح ان انت لو حاطه ميك اب خفيف مش هتطلعي اكتر من الكميه دي، لو حاطه اتقل هتطلعي كميه اكتر شويه زي ما انا حاطه لك بالظبط في الشاشه. وطبعا لو حاطه سان سكرين بس الوضع بيختلف. خليني اقول لكم ان هي خفيفه جدا، نون جريسي، ومناسبه لكل البشرات الحساسه. وانا حطيت على ايدي ووتر بروف ميك اب عشان نجربها مع بعض. الاول بتاخدي شويه صغيرين اللي انت طلعتيهم وبتعمليهم بحركه دائريه على الميك اب على ايدك كلها، هتلاقيه بيسيح بمنتهى السهوله. وانا كمان حاطه ووتر بروف ميك اب، يعني بصوا حتى الاسود مش بيسيح على طول. وبعدين بعد لما بتخلصي بتحسي ان هي خلاص كده بقت سيحت كل حاجه ايا كان اللي انت حطاها ايه. بنجيب قطنه، وبالقطنه دي بنمسح الكلينزنج بال بعد طبعا ما عملناها بحركات دائريه، وبنجيب شويه ميه عشان نعمل لها ايمالسيفيكيشن ونتاكد انها نطفت تماما من على البشره. وبعدين بنغسلها بميه جاريه، وبعدين بتستخدمي الغسول المائي بتاعك كخطوه تانية من خطوات التنظيف المزدوج. زي ما قلت لكم لو ميك اب خفيف بنلفها نص لفه، ولو ميك اب تقيل بنلفها لفه كامله. انا مش حاطه ميك اب دلوقتي عشان اجربها معاكم، ولكن تابعوني على انستجرام في الاكونت اللي انا حاطاه لكم تحت ده، لان انا بعمل ريفيوهات يوميه عن برودكتس كتير جدا، وهجرب فيها الكلينزنج بالم وانا حاطه هيفي ميك اب عشان تشوفوا الفرق في خطوات التنظيف المزدوج. مهم قوي ان انا اقول ان الجرايندنج كلينزنج بالم دي جواها ميديكا سوسايد او سنتيلا عشان تهدي اي التهابات في البشره، فبالتالي هي مناسبه لكل البشرات حتى الحساسه. كمان جواها الجريب سيد اويل عشان ينظف بعمق، وجواها الكاميليا اويل عشان يرطب ويغذي. وفعلا انت بعد ما بتستخدميها على بشرتك في خطوه التنظيف المزدوج بتحسي انها مترطبه وان المسام نطفت، وان فعلا الخطوه دي هتفرق معاكي. فلو انت بتاخدي رايي بشرتك حساسه تجربي كلينزنج اويل ولا كلينزنج بالم، هرشح لك الجرايندنج كلينزنج بالم بتاعه دكتور ألفيا وبقوه. دكتور ألفيا عندهم 2 فيرال فيتامين سي سيروم، والاثنين مختلفين عن بعض. في واحد الجنتل فيتامين سي سيروم وده مكتوب عليه 20%، وده البوستنج فيتامين سي سيروم ومكتوب عليه 63%. طب هل دي نسبه فيتامين سي، يعني النسبه العاليه دي 63% دي يعني هي فيتامين سي ولا الوضع ايه؟ لازم اكلمكم عن التركيبه واقول لكم الفروقات ما بينهم، واوريكم العظمه اللي معموله في التو سيرمز دي، وكمان نشوف الباكج. بس الاول اعملوا لايك للحلقه، وطبعا سبسكرايب للشانل عشان نكمل. دكتور ألفيا فيتامين سي سيروم 20%. السيروم ده اول ما اتعمل ما كانش 20%، كان 0.2%. كان التركيز
بتركيز قليل قوي. من ايه بقى؟ من حاجه اسمها هايبوفيرامينوز ووتر، دي اللي مكتوبه على العبوه، ودي عباره عن خلاصه توت جواها اكتر من 200 فيتامين، زي فيتامين سي وفيتامين اي وكذا نوع من انواع الفيتامينز الثانيه اللي كلها مفيده ومغذيه للبشره. واكيد جواه فورمه الاثايل اسكوربيك اسيد ولكن بتركيز قليل، فبالتالي بيكون فيري جنتل، لان احنا قلنا ان كل حاجه الدكتور قال فيها هي بلانت بيزد، يعني معتمد على النباتات بشكل كبير. حاطين كمان جواه 2% جرين تي ووتر او خلاصه الشاي الاخضر، وكمان حاطين 5% نياسيناميد عشان التركيبه فعلا تكون مختلفه وكامله. وده الحلو اللي فيه انه ينفع تستخدميه الصبح وبالليل، وتركيزاته ما تعتبرش زي ال 20% ال اسكوربيك اسيد بيور اللي احنا كنا بنقول نبدا نستخدمها بالليل بس. السيرم ده مفيد لمين بقى؟ مفيد للناس اللي عندها دارك سبوتس او حبوب غامقه، مفيد للناس اللي عندها تصبغات، مفيد للناس اللي عندها زياده في فرط الدهون، يعني زياده افراز الدهون بشكل كبير. كمان في حاجات انتي ايجينج زي الالانتوين والادينوزين، فهو يعتبر انتي ايجينج كويس جدا. بسايدز زي ما احنا عارفين ان اي مستخلصات من الفيتامين سي او فيتامين اي كمان حاجات انتي ايجينج وبتقلل علامات تقدم العمر وبتحفز الكولاجين، فده ينفع نستخدمه في كل الحالات اللي قلنا عليها. نتيجته بنشوفها خلال اول اسبوعين استخدام، خصوصا في موضوع التصبغات بتقل بشكل كبير، وكمان هو بيسيب البشره مترطبه كويس جدا. السيرم جواه 19 ماده فعاله، منهم 2% كاميليا اكستراكت او السنتيلا زي ما احنا بنقول، عشان برضو تهدي البشره، ودي حاجه مميزه قوي في حاجات دكتور الفيا. بصوا شكل العبوه اصلا يعني بجد فيري لاكجيريوس، حلوه قوي. واللي عجبني بقى فيها اكتر ان هي معموله بتقنيه اسمها الفيتامين سي اويل باكد تكنيك. وده عباره عن ايه؟ ان الفيتامين سي معمول بتقنيه تزود من امتصاصه وفي نفس الوقت تحافظ عليه من العوامل الخارجيه. هو ووتري زي ما انتم شايفين كده، يعني مائي، فبالتالي مش بيلزق خالص. والمميز بقى اللي فعلا لازم يتقال ويتعمل له هايلايت ان هو فانجايل اكني سيف. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك حبوب فطريه في جبهتك او في اي منطقه في وشك، هو فيري سيف تو يوز. عندك حبوب ينفع تستخدميه، بس طبعا ما تبقاش حبوب ملتهبه، حبوب فطريه عادي جدا، بيدي تفتيح للبشره وبنستخدمه بشكل يومي سواء صباحي او مسائي. تاني نوع من انواع الفيتامين سي بتاع الدكتور الفيا هو فيتامين سي بوستنج سيرم اللي مكتوب عليه 63%. وزي ما اتفقنا ان ال 63% دي من حاجه اسمها هايبوفيرامينويدز ووتر، ودي جواها فيتامين سي ولكن فيري جنتل على البشره، فبالتالي ينفع تستخدمه حتى البشره الحساسه. والجميل اللي فيه زي ما انتم شايفين برضو العلبه شكلها تحفه، الجميل اللي فيه ان احنا ينفع نستخدمه الصبح وبالليل. ولكن التركيبه بقى هنا مختلفه عن الجنتل سيرم في ايه؟ هنا مركزين على تقليل صبغه الميلانين، ان الميلانين يقل فبالتالي الدارك سبوتس تقل، وتحسوا ان في تفتيح حاصل اكتر في البشره لما نستخدمه من اول اسبوعين استخدام. طيب ايه المواد الفعاله اللي جواه فيه؟ زي ما قلنا ال 63% من الهايبوفيرامينويدز ووتر اللي هي الفيتامين سي، ومع فيتامينز ثانيه زي ما قلت قبل كده، وكمان جواه 2% ترانكزيميك اسيد برضو معمول بنفس التقنيه. وخليني اقول لكم ان تركيز الترانكزيميك اسيد ده هو التركيز المناسب جدا لتفتيح الدارك سبوتس من غير ما يعمل اي حساسيه. حاطين جواه برضو 5% نياسيناميد وهو ووتري زي ما انا لسه مورياكم دلوقتي، وكمان جواه السنتيلا اثياتيكا. والحلو بقى ان ده ترطيبه اعلى كتير من الجنتل سيرم، لان جواه 8 انواع مختلفه من الهيالورونيك اسيد، فاحنا مش عايزين حاجه احسن من كده. مناسب جدا للاستخدام الصبح وبالليل، فتقدري تعتمدي عليه في موضوع تفتيح الدارك سبوتس، وفعلا فعاليته حلوه جدا في النضاره كانت بالنسبه لي اكتر. عشان الخص لك الفرق ما بين الاثنين، لو انت عايزه سيرم فيتامين سي عادي يديكي نضاره، يخلي بشرتك منوره، يحميكي من الاكسده، وتقدري تستخدميه الصبح، طبعا تقدري تستخدمي الجنتل اللي هو تركيزه 20%. اما لو انت عندك تصبغات هايبر بيجمنتيشن او يعني بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن اللي هي اثار الحبوب الغامقه، طبعا استخدمي اكتر البوستنج فيتامين سي سيرم اللي جواه 63%، لان ده هيديكي تفتيح اكتر في موضوع التصبغات. وزي ما قلنا الاثنين ينفع نستخدمهم الصبح وبالليل. واكتر اثنين كريمز فايرال هو طبعا ال 345 وال 147. عايزه اقول لكم تجربتي معاهم خطيره، بس خلينا نعرف الفرق ما بينهم عشان تعرفي تستخدمي كل واحد امتى ومناسب لبشره نوعها ايه. وهنبدا اول واحد مع ال 147. هو ايه موضوع الارقام اللي مكتوب والاسم اللي تحتها؟ هنا مكتوب الارقام 147 والاسم اللي تحتها
بارير كريم. فاحنا كده بنفهم ان ده كريم لترميم حاجز البشره، ولكن الارقام اللي محطوطه دي او اسم الكريم اصلا جاي من المواد الفعاله اللي جوه الكريم. هو جواه ماده فعاله واحده بتشتغل على ترميم حاجز البشره، ماده اسمها الجوازولين، ودي بتشتغل على ترميم حاجز البشره كويس جدا وبتقلل الالتهاب. جواه 4 مواد فعاله سيرامايدز برضو بتغذي وبترمم حاجز البشره بشكل كبير، وجواه 7 انواع مختلفه من الهيالورونيك اسيد. وتعالوا بقى نشرح المواد بالتفصيل. الناس اللي جربت الكريم وعايزه تتاكد انه اصلي، هو الكريم لونه مزرق شويه، وده بسبب ماده الجوازولين اللي انا قلت لكم عليها. يمكن على الكاميرا مش باين انه ازرق، ولكن هو مزرق. خليني اقول لكم ان امتصاصه حلو جدا، لان زي ما اتفقنا جواه 7 انواع مختلفه من الهيالورونيك اسيد، فهو بيركز على ترميم وترطيب البشره. ولكن من تجربتي معاه اقدر اقول لكم انه مناسب لكل انواع البشره. هو تقيل مش خفيف، ولكن امتصاصه سهل جدا وبتحتاجي منه بجد كميه قليله قوي. جواه كمان خلاصه الارجان وخلاصه شجره الشاي، ودي حاجات برضو بترمم وبتخلي حاجز البشره كويس، مع الافوكادو عشان برضو نفس القصه يخلي حاجز البشره قوي. فالكريم ده بالنسبه لي هو من افضل كريمات الترميم اللي موجوده في الماركت حاليا، بيركز على الترطيب. فلو انت بشره جافه هتحبيه جدا، ولو انت برضو بشره مختلطه هتحبيه، لان انا حبيته جدا وكان معايا مناسب قوي. ينفع جدا بعد الديرما بان، ينفع جدا بعد اي تضرر حاصل لك، تعرض للشمس مثلا زايد او اي التهاب حاصل لك، هتشوفي منه الايفكت في اول يومين. فانا بعتبر ان ال 147 ده حاجه من الحاجات الساحره اللي عملتها دكتور قلب. ونختم باكتر كريم فايرال وهو 345، عشان كده انا خليته للاخر. الكريم ده اسمه ريليف كريم، مخصص للناس اللي عندها حبوب، عندها اثار حبوب، عندها احمرار في بشرتها، حاجه كده خطيره. وزي ما اتفقنا ان الارقام دي بتدل على المواد الفعاله، فهو جواه 3 مواد فعاله بتقلل الاحمرار بتاع الحبوب والالتهاب في البشره، زي النياسيناميد، زي الريسفيراترول، دول بيقللوا الاحمرار زي ما اتفقنا. كمان جواه 4 مواد فعاله بتشتغل على تغذيه البشره، منها السيرامايدز والبانثينول. وجواه 5 مواد فعاله اللي هي اخر 5 دي بتعمل على تهدئه البشره، زي السنتيلا اثياتيكا والهيالورونيك اسيد. استخدام الكريم ده حلو جدا لاصحاب البشره الدهنيه المعرضه للحبوب، للبشره اللي بتاخد ايزوتريتينوين زي النت لوك وغيره، البشره اللي دايما حاسه انها جافه. وكمان هو قوامه جل، بصوا انا اصلا اول ما فتحت الجل نزل على طول. امتصاصه حلو جدا، وينفع تستخدميه في اي وقت، صبح وليل، من 2 ل3 في اليوم. بجد الايفكت بتاعه خطير. وطبعا برضو ينفع بعد الديرما بان، بيقلل اي تهيج واحمرار في البشره حتى ولو استخدمتيه لوحده، يعني من غير ما تستخدمي اي علاجات تانية او اي سيرمز تانية. مش محتاجه حاجه تانية. ممكن تكوني محتاجه مرطب اتقل معاه شويه، ولكن ده فعال بدرجه غير طبيعيه، عشان كده هو طالع فايرال. يعني هو فعلا كريم انا شفته حسيته بيزك قوي زي كريمات الصيدليه كده، ولكن مع استخدامه من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها وهكررها اكيد في الروتين بتاعي. اقول لكم ان انا جربت كمان السان سكرين بتاع دكتور الفيا اللي هو البيوريفاينج جرين تي. ده هيبقى صديقك لو انت بشره دهنيه مختلطه معرضه للحبوب، سبيشالي في الصيف. حاجه كده رائعه، ولكن انا مش هشرحه دلوقتي لان الحلقه بجد طولت قوي. بسايدز ان دكتور الفي عندهم منتجات تانية زي الريتينول، محتاجه اكيد بارت 2. فلو انتوا عايزيني اعمل بارت 2 من منتجات دكتور الفي اكتبوا لي تحت في الكومنتس، واكيد ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير. انبسطت معاكم قوي في الحلقه ديت، وهسيبكم دلوقتي مع حلقات تانية فيها منتجات كوري فايرال. ولو عندكم اي سؤال سيبوه لي في الكومنتس. اخر حاجه قبل ما انسى، نجيب منين منتجات دكتور الفيا او اي برودكتس كوري موثوق منها في مصر؟ في ويب سايت انا بتعامل معاه اسمه آية علي شوب. الويب سايت ده آية صاحبته بتسافر كوريا، بتجيب لنا الحاجات بالفواتير، فهي مش تراستد، هي مور ذان تراستد. وانا كمان ليا برومو كود معاها بيديكوا خصم حلو جدا على البرودكتس الكوري، اللي هو برومو كود دكتور نادية. هسيب لكم اللينك بتاعه الويب سايت بتاعها في الديسكربشن بوكس تحت او في صندوق الوصف، وهسيب لكم كمان البرومو كود بتاعي لو عايزين تجربوا اي حاجه من الحاجات الكوري. انا جايبه من عندها حاجات كتير جدا، ممكن ابقى اعمل لكم حلقات عليها قدام بجربها. فيعني it's more than trusted، على ضمانتي تقدروا تجيبوا من عندها كل حاجه، وهي متوفر عندها 345 لانه ناقص شويتين. اسيبكم بقى دلوقتي مع حلقات تانية كوري، واشوفكم في الحلقه الجايه.